الحمد لله الذي فضل أمة الإسلام على الأمم تفضيلا، أكرمهم بشهر أنزل فيه القرآن تنزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كفى به ناصرا ووكيلا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أفنى عمره المبارك لله ذاكرا بكرة وأصيلا، وجاهد ودعا وترك أمته على طريق هي أهدى سبيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى. إخوة الإيمان، ها هو شهر القرآن، شهر رمضان، قد آذنت شمسه بالغروب، ولم يبقى منه إلا ثلثه الأخير. وشهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فنحن نتمنى من الله تعالى أن ننال منه الرحمة والمغفرة والعتق من النار. إخوة الإيمان، إن الناس شخصان، أحدهما اجتهد وأحسن والآن يحس بتعب طاعته، وشخص آخر تهاون وفرط، هل بقي له من طعم شهوات الراحة والإضاعة شيء؟ عباد الله، علينا أن نستدرك ما مضى بما بقي من ليالي هذا الشهر الكريم، وهذه الليالي هي أفضل ما في هذا الشهر الكريم. إنها ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، ليالي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزيد من الاهتمام والحرص والعبادة. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، رواه مسلم. في رواية أخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام، فإذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. إذا كان يحيي ليله أي يقوم أغلب الليل ويستغرقه في السهر في الصلاة والذكر والعبادة،
تقول السيدة عائشة: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا قام شهرا كاملا قط غير رمضان. رواه الإمام النسائي. أي في شهر رمضان كان يقرأ القرآن ويختمه ويقوم الليل كله ويجتهد في هذا الشهر كاملا صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله أيقظ أهله أو قولها أيقظ أهله يعني أيقظ أسرته أزواجه ومن في بيته لعبادة الله عز وجل وللصلاة، وما يفعل ذلك إلا شفقة ورحمة بهم حتى لا يفوتهم الخير الكثير يوقظهم. وكان طبعا أنه حاله يوقظهم طول السنة، ولكن في رمضان يكون أشد حرصا عليهم. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، أي نساء، أوقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على فعل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمرنا أن نكون مثله، فقال: رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ أهله، أي زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، أو العكس، تقوم هي وتنضح في وجه زوجها الماء، يعني حتى يقوم من أجل أداء العبادة. فهل يا ترى يفعل الأزواج هذا في زماننا؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يطرق باب فاطمة رضي الله عنها وعليا ويقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ ألا تقومان فتصليان؟ إذا الأب الحنون والأم الحنونة على أولادها هي التي توقظهم من فراشهم وتنهضهم من فراشهم لأداء العبادة والصلاة في وقتها. ليست الأم الحنونة التي تحن على أولادها فلا تريد إزعاجهم وتتركهم يستمتعون بالنوم الطويل، لا، الأم الحنون هي التي تخشى عليهم من عذاب يوم القيامة عندما يترك أبناؤها الصلاة في وقتها والعبادة في وقتها. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يصلي من الليل حتى إذا انتصف الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة الصلاة الصلاة، ينادي بها ويقول لهم: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له: لم تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء الليل بالعبادة والصلاة، خاصة العشر الأواخر التي نتحدث عنها. علاش؟ لأنها مظنة ليلة القدر. وكذلك من الأعمال التي كان يقوم بها والقربات التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في مسجده، المسجد النبوي. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، يعني 10 أيام يمكث في المسجد، لا يخرج من المسجد، يأكل ويفطر في المسجد ويبقى في المسجد طول النهار اعتكافا، يعني حتى يخلو بنفسه ويخلو وينقطع إلى العبادة والذكر يعني طول النهار، وينقطع عن الخارج. يقول أبو هريرة: فلما كان العام الذي قبض فيه، يعني آخر عام في حياته صلى الله عليه وسلم، اعتكف 20 يوما، ليس 10 إنما 20 يوما. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي العشر الأواخر من رمضان بالوصال، وهذا طبعا خاص به صلى الله عليه وسلم. أن الوصال أنه كان يصوم يعني دون أن يفطر، يصوم يعني أيام متوالية لا يفطر فيها. نحن نصوم لما يجي المغرب نفطر، ثم نعاود الصيام بالفجر اليوم الثاني، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل أيام متتابعة يصومها دون أن يفطر فيها. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، أي واصل الصيام في رمضان، فواصل الناس ففعلوا مثله المسلمون، فنهاهم قال: لا تفعلوا مثلي. فقيل: إنك أنت تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لست مثلكم، أو إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
رواه البخاري ومسلم. والمراد يطعمني ويسقيني معناه أن الله تعالى يطعمني ويسقيني الغذاء الروحي، ليس يطعمه الطعام والشراب، إنما يطعمه يعني غذاء الروح، يطعمه من المعارف الربانية التي يعني يلهمه إياها، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته سبحانه وتعالى وقرة عينه بقربه عز وجل وتنعمه بحبه والشوق إليه. كل هذه المعاني، الشوق والحب والمعارف، هذه كلها هي كأنها غذاء لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، يقتات منها قلبه، لهذا يستطيع أن يواصل في الصيام. ومن مظاهر اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذه العشر الأواخر اغتساله كل ليلة فيه، يعني كل ليلة يغتسل فيها. وكانوا يتطيبون، يعني الصحابة كانوا يضعون الطيب في هذه الليالي المباركة، يعني كأنها عيد بالنسبة لهم، كل ليلة عنهم بالنسبة لهم عيد، يتطيبون ويغتسلون، يعني رجاء أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، فيحظون بالقرب من الله تعالى ويحظون بالمناجاة من الله سبحانه وتعالى. وكانوا يطلبون تلك الليلة الزاهية البهية، كانوا يطلبونها، يبحثون عنها، كانوا يبحثون عن هذه الليلة البهية الزاهية التي هي خير من 1000 شهر. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شهر قد حضركم، أي رمضان، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. يحرم من ليلة القدر هو إنسان محروم. حديث صحيح رواه الإمام البيهقي. هي ليلة مباركة، هي ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق كلها. هذه الليلة المباركة ليلة القدر تقدر فيها مقادير الخلق جميعا، بدليل قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. طبعا كل أمر لله تعالى إلا ويكون حكيم، فيه حكمة، كل أمر فيه حكمة، سواء كان نزول أرزاق أو نزول بلاء أو موت أشخاص أو حياة أشخاص، كل شيء يقع في هذه الدنيا إلا بحكمة من الله سبحانه وتعالى. تلك الليلة فيها مقادير الخلائق على مدى العام، من ليلة لليلة كل عام، يعني يبين الله تعالى فيها ويقدر فيها مقادير الخلق، فيكتب فيها الأحياء من يحيى، ويكتب فيها الأموات من يموت في ذلك العام، ويكتب فيها الناجون، ويكتب فيها الهالكون، يكتب فيها السعداء والأشقياء، ويكتب فيها يعني العزيز، ويكتب فيها الذليل، ويكتب فيها الجد والقحط، وكل ما أراد الله تعالى في تلك السنة، كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى يعني يكتبه في تلك الليلة المباركة. فيعني هذه الليلة عظيمة، لابد الإنسان المسلم أن يعطيها اهتمام، وأن يعني يراعي خيرها وبركتها حتى يسعد بها حياة سعيدة لا يشقى بعدها أبدا. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء، لقد خص الله عز وجل هذه الليلة العظيمة المباركة بخصائص هذه الليلة، ليلة القدر. أولها أنه نزل فيها القرآن الكريم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، يعني الخاصية الثانية، أن الله قد وصفها بأنها خير من 1000 شهر. 1000 شهر هي 83 سنة، يعني ما قالش 1000 ليلة، يعني التفضيل يكون بالمثل. يقول رجل خير من 100 رجل، ما نقولوش رجل خير من 1000 جبل. فالله تعالى قال ليلة مش خير 1000 ليلة، 1000 شهر لتعظيمها. طبعا هنا هو 1000 شهر، هذا ليس للحد، ليس هذا هو حدها، لا، هو للكثرة، دليل على الكثرة، فهي أكثر من ذلك. ما قالش هي ليلة مثل 1000 شهر، لا تساوي 1000 شهر كما نقول 83 سنة، ليست 83 سنة، إنما هي أكثر من ذلك، إنما هي لكثرة.
واحد يبغي يكثر مثلا عدد، يقول رأيت مليون طائر ولا مليون كذا. هو ليس مليون، قد يكون أكثر من ذلك بكثير. هنا لكثرة، الخير من 1000 شهر لكثرة فقط، ليس للعد فقط. إذن وصف بأن خير من 1000 شهر. وكذلك أن الملائكة تنزل فيها، من خصائص هذه الليلة أن الملائكة تنزل فيها والروح الأمين معهم جبريل. لما نقول طائفة ومعهم سيدهم، تأتي القبيلة ومعها سيدها، إذا ينزل الملائكة ومعهم قائدهم وهو سيدنا جبريل عليه السلام، قائد الملائكة والروح الأمين. يعني وهذا النزول مع الملائكة من أجل يعني إضفاء البركة والرحمة على هذه الليلة وعلى الناس فيها. كما ينزلون عند تلاوة القرآن، معروف الملائكة تنزل عندما تقرأ القرآن، تنزل الملائكة أنت لا تراها لكنها تنزل. وتنزل الملائكة عند وجود حلق الذكر بذكر الله سبحانه وتعالى والعلم، ويبسطون أجنحتهم كما جاء في الحديث على حلق العلم كما هو معروف. كذلك من خصائص هذه الليلة وصفها بأنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وصف بأنها مباركة. بركة من الزيادة والخير، ليلة مباركة. اللي يتعرض لها واللي ربي سبحانه وتعالى يكرمه هذه الليلة يصير مباركا في نفسه وفي عمله وفي عبادته وفي رزقه وفي صحته وفي كل شأنه كله. يعني تحوطه البركة بكل شيء. فعندما الإنسان يكون مبارك شيء عظيم جدا، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام يعني مبارك، إني رسول يعني مبارك من عند الله سبحانه وتعالى، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان المبارك يكون مع الخير، وين يحل مع الخير، يدعي ربي يتقبل له، إذا تكلم ينتفع الناس بكلامه، إذا تصدق يتقبل الله منه، إذا أصلح بين الناس يعني صالح الناس، وهكذا مبارك. بخصائصها كذلك أنه وصف بأنها سلام، أنها سلام حتى طلوع الفجر، أي سالمة لا يستطيع الشيطان يعمل فيها سوءا، وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به العباد من طاعة الله سبحانه وتعالى. لما الناس يكثروا العبادة ربي يكتب لهم السلامة. وأينا لا يرجو السلامة؟ كلنا يرجو السلامة يوم القيامة ويوم الندامة، كلنا نرجو السلامة أن يسلمنا الله تعالى من عذابه يوم القيامة ومن غضبه يوم القيامة. كل إنسان يحب السلامة في الدنيا وفي الآخرة، كل إنسان يحب السلامة وهو في الطريق، يحب السلامة وهو في عمله، يحب السلامة وهو في بيته، هكذا. السلامة هي مبتغى كل إنسان مخلوق عاقل. فنرجو الله تعالى يكون يكتب لنا السلامة في هذا الشهر وفي كل وقت وحين. من خصائصها أيضا أن الله عز وجل يغفر لمن قام إيمانا واحتسابا بما تقدم من ذنبه. يعني تضمن لك أن صفحتك وأن تاريخك الأسود قد محي وقد يعني غفر لك ما سبق من عملك، وأصبحت صفحة جديدة. لو مت في هذا الشهر وفي تلك الليلة تلقى الله تعالى وما عليك خطيئة. إذا يغفر الله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويستحب تحري هذه الليلة المباركة في شهر رمضان في أواخر العشر من رمضان كما تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نحن رانا في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري ومسلم. وفي أوتار العشر من شهر رمضان كما قالت عائشة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وهي الليلة في 27 أفضل ما تكون، أفضل ما تكون في ليلة 27 كما هو معمول عند المسلمين وعندنا الآن. ليلة القدر ليلة 27. هذا مذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء، حتى أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف بأنها ليلة 27، أن القدر ليلة 27. قال له زر بن حبيش: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ أي دلالة؟ أي دليل؟ قال: بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شمس ليلة القدر أنها يومئذ تطلع لا شعاع، رواه مسلم. فينبغي أن يجتهد المسلمون طلبا لهذه الليلة المباركة. السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر أو علمت في رواية ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك تحب العفو وعفو كريم تحب العفو فاعف عني. أكثروا من هذا الدعاء في صلاتكم وفي سجودكم لهذه الليالي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا رب العالمين.
يقول الحسن البصري إن الله جعل شهر رمضان مغمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. يعني هذا واقع قاله حسن البصري بينه وبينها وقت قريبا بينه وبينها، قال هذا الكلام في زمانه كان هناك أناس يعني استغلوا هذا الشهر الكريم وسبقوا ففازوا، وكان هناك أقوام يعني تخلفوا وفرطوا فخابوا يعني وخسروا. وفي كل دهر وفي كل قرن وفي كل زمان وفي كل عام يكون من الناس سباقون ناجون ناجحون فائزون، وهناك خائبون. نتمنى أن أهل المساجد وأهل الجماعة والجمعات نكون إن شاء الله من الفائزين. كاين هناك ناس يعني لا يحملون من هذا الشهر، لا يعرفون الشهر إلا اسمه، ولا يعرفون هذا الشهر إلا السهر والغناء والطرب والسهرات ويعني الحفلات وغير ذلك. لا يعرفون مصحفا ولا يعرفون ذكرا ولا سجودا يعني كاين هناك من الناس هذا حالهم للأسف الشديد. نسأل الله لهم الهداية. هكذا يكون هذا الشهر يعني فقط يعني هكذا صيام الظاهر. نتمنى أن الأمة كلها يعني من أقصاها إلى أقصاها أن يعني يصوم هذا الشهر بقلب مؤمن وبتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم، قال صام بالإيمان واحتساب، حبا في هذا الشهر، حبا في طاعته، حبا في القرآن، حبا في صلاة التراويح، وحبا في حضور مجالس العلم وسماع الدروس والانتفاع بهذه الأوقات وفعل الخير والصدقة وصلة الرحم، كل الأعمال الأخرى يعيشها الإنسان هذا الشهر لأنها ستنفعه في بقية الشهور، ستنفعه في بقية الشهور. فيا عباد الله إن أردت عبد الله إن أردت لحاق السادة، اسمعوا هذا الكلام، إذا أردت أن تلحق السادة فاترك مخالدة الوسادة. يعني إنسان يترك شوية الوسادة، يقلل شوية من النوم. يا ثقيل النوم أما تنبهت، الجنة فوقك تتزخرف والنار تحتك توقد والقبر إلى جنبك يحفر وأنت لا تدري. اللهم قربنا إليك قرب العارفين، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم، واجعلنا عندك يا رب العالمين من المقبولين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا رب تقبل منا صيام هذا الشهر الكريم وقيامه يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا القيام والصيام والعمل الصالح في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا التي هي معاشنا، واصلح لنا آخرة التي هي معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا ورقاب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا من النيران يا رب العالمين. ارحمنا برحمتك، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم نسألك رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتلم بها شأثنا وتصلح بها أمورنا وترفع بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتحفظ غائبنا وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا. نسألك اللهم العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن عمل ما تدخل جنتك، ومن يقين ما تهون علينا مصائب الدنيا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم نسألك يا ربي افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وسد عنا أبواب الشر والتعسير يا رب العالمين. ردنا إلى دينك وإلى إسلامك ردا جميلا. اللهم اغفر في قلوبنا خشيتك، واملأ قلوبنا بمعرفتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل شملنا، ألف بين قلوبنا. اللهم يا رب ألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا من رحماء هذا الشهر ومن عتقاء هذا الشهر يا أكرم الأكرمين. وقفنا عند بابك فلا تردنا، توجهنا إليك فلا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما عندنا فاغفر ذنوبنا، وتعلم حاجتنا فاقض لنا مسألتنا.
نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا رضا بما قسمت لنا أن أنت ولينا في الدنيا والآخرة. تولنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تترك إخواننا في غزة، اللهم لا تتركهم بأعدائهم، اللهم لا تتركهم وحدهم يا رب العالمين. وقد خذلهم القريب والبعيد، فانصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. يا من نصرت أنبياءك وأولياءك، انصرهم على هؤلاء الأعداء المتوحشين، هؤلاء القوم القادرين. اللهم عليك بهم جميعا. اللهم يا رب سلط عليهم يا رب مصائب تزلزل قلوبهم وتدمر بيوتهم يا رب العالمين. عليك باليهود الغاصبين، عليك بهؤلاء الظالمين الذين سفكوا الدم الحرام وفي هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. لا يألون في المؤمن إلا ولا ذمة. اللهم أرنا فيهم يا رب يعني ما فعلت بفرعون وبهامان وقارون وسواء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم انزع سخيمة قلوبنا يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا جميعا. أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تمنع علينا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. اجعل هذا عاما مباركا يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وقوموا بصلاتكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوي رحمكم الله، راس واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله. الله الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.